العيله المصريه بتطلع في الخناقات شويه مصطلحات، انما ايه قصف جبهه. جرب كده تنده على مامتك وهي متضايقه منك، ماما موم ما يلهفك. طبعا انت قطمت خلاص، ما انت مش عارف مين مو اللي هيلهفك ده وهيعمل فيك ايه بعد ما يلهفك، فتلاقي نفسك سكت احسن لك. بابا بقى غار من ماما، اشمعنى هي يعني لقت حاجه تبقى لايقه معاها؟ طب ما انا كمان اللي هيقول لي بابا هقول له جاك بو. ايه بو ده يا عم الحاج؟ جبته منين وهيجي لي ليه اصلا؟ بس انت مش فاهم، دي خطه استراتيجيه محكمه حضرتك. هم عايزين يسحلوك يا معلم عشان تقعد تفكر مين مو اللي هيلهفك وايه بو اللي هيجي لك، وتنسى اصلا انت كنت عايز منهم ايه. بس انا هحاول اساعدك. مو دي كلمه مصريه قديمه معناها الماء او النهر، يعني بالنسبه للمصريين القدماء. مو ما يلهفك معناها انه النهر يعلى فانت تغرق بقى وتريحنا منك. البو بقى دي حاجه يعرفها اللي بيربوا المواشي، لما البقره تولد مثلا وابنها يموت لاي سبب يقوموا واخدين الجلد بتاعه ويحشوه تبن فيبقى شبه ابنها الحقيقي، وتفضل البقره تديلهم لبن على اساس ان ابنها لسه عايش. الجلد اللي اتحشى تبن ده وبقى على شكل ابنها اسمه بو، فاتاخد البو على اساس ان هو رمز للحاجه اللي ما فيهاش روح ولا ليها لازمه وما فيش منها فايده. انت بقى ايه علاقتك بكل الكلام ده؟ مالكش علاقه، بس انت اتخذت في رجليه فهتروح تدور على حد تاني من العيله يمكن يسمع لك المره دي. عمي هو كان هيقول لك عو على فكره، بس هو لقى نفسه رايح كده في سكه العفاريت وممكن تقلب منه كوميدي، فقال لك لا مش هتنفع، انا هشوف لي كلمه تانية تبقى فيها نفس الحروف بتاعتي. فلقى انه عم ممكن تبقى عمى. طب ايه الحاجه اللي ما بتشوفش؟ قعدنا ندور لقينا ان الدبه نظرها ضعيف، فقلنا اما نلبس الواد فيها وبقت عمى الدبب. الخال بقى يسكت ابدا، اشمعنى انا يعني؟ ده حتى الخال والد. خاله جاك خو، لا مش هينفع. طب احنا ندور برضه على حاجه تانية فيها نفس حروف الخال. خال تبقى خلل، حلوه. طب خلل في ايه؟ قعد يبص عليك كده وانت واقف قصاده، ما هو مش عايز برضه يأذيك قوي. خلل في دروسك. يلا هي حاجه بسيطه اهي والرد حلو برضه. فانت تزهق بقى وتقرر انك تسيب الناس دي وتمشي. فكرك هيسيبوك تمشي؟ ابدا، هيقولوا لك مشش في ركبك. ومشش دي كلمه مصريه قديمه وهي مرض بيجي في العظم، فما تبقاش عارف تتحرك. هتعند وتخرج برضه، هيندهوا عليك، اوعى ترد عليهم وتقول لهم ايوه ده كمين يا معلم اسمع مني. لو قلت لهم ايوه هيقولوا لك جاك قوى على طول. القوى دي طلعت برضو كلمه مصريه قديمه، اصلها وعى يعني اللعنه، واتحرفت في القبطيه لقوى يعني الم وحسره. انا نفسي اعرف مين العيله اللي اخترعت الردود الغريبه دي.